الأماكن السياحية في تونس العاصمة مزارات مذهلة وتاريخ عريق. تعتبر مدينة تونس من المدن الرائدة في قوائم السياحة العربية، فهي تمتلك حضارة عريقة وتاريخا عظيما يتجسد في معالمها السياحية التي تنتشر في كل مكان، وتتميز بإطلالاتها البانورامية على شواطئ البحر المتوسط الذي يحدها من الجهتين الشمالية والشرقية، وتضم مجموعة متنوعة من الحدائق، المتنزهات والجزر الطبيعية، بالإضافة إلى مراكز التسوق التي توفر للزائرين جميع الأنشطة الترفيهية، حيث أنها مدينة زاخرة بالأماكن السياحية الطبيعية والصناعية التي تعمل على ازدهار السياحة في تونس العاصمة بشكل كبير. فهي تمتلك باقة زاخرة من المزارات السياحية التي تستقطب ملايين الزوار سنويا على الرغم من صغر حجمها. فتابع معنا هذا الفيديو للتعرف على أشهر الأماكن السياحية في تونس العاصمة. مرحبا بك مجددا عزيزي المشاهد. وجهتنا في هذه الحلقة هي مدينة تونس، فابق معنا ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وإن أردت الحجز أو الاستفسار أكثر عن تفاصيل السفر فما عليك إلا الضغط على الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وسيقوم فريقنا بمساعدتك بكل ما تحتاج. أفضل الأماكن السياحية في تونس العاصمة: جامع الزيتونة. يعد جامع الزيتونة أحد أبرز معالم السياحة في تونس العاصمة، والذي يعد منبرا عظيما للثقافة الإسلامية، فهو من أقدم المساجد على مستوى الدول العربية، حيث يتم به تقديم الندوات لكبار العلماء التي تحشد الكثير من المسلمين للغوص في أمورهم الدينية، كما يتميز بهندسته المعمارية الراقية التي تبهر السائحين من روعة تصاميمها الذكية، ويوجد به مكتبة زاخرة بالكتب الدينية التي تحكي تاريخ الدين الإسلامي. ساحة القصبة، وهي من أهم الأماكن السياحية في تونس العاصمة التي يوجد بالقرب منها قصر البلدية وقصر الحكومة التونسية، وتعتبر ساحة القصبة علما شهيرا على أحداث الثورة التونسية، حيث شهدت العديد من التجمعات والاعتصامات المطالبة بإقالة الرئيس المخلوع حينذاك، وأصبحت الآن ملاذا للكثير من السائحين العرب لالتقاط أروع الصور التذكارية بها. سوق البركة. إذا كنت من عشاق التسوق فيمكنك التجول داخل سوق البركة ومشاهدة المزوهرات والذهب ذات التصاميم المختلفة والمزخرفة. كان يستخدم هذا السوق قديما في بيع العبيد، ثم تحول إلى بيع المسبوكات الذهبية، فهو يعد واحدا من أقدم الأسواق التي يستقطب محبي السياحة في تونس العاصمة، حتى يتسنى لهم شراء المجوهرات الثمينة كالإكسسوارات والأحجار الكريمة بأشكالها وأحجامها المختلفة. كما يتميز سوق البركة بانتشار العديد من المقاهي والمطاعم التي تعمل على تقديم خدماتها الرائعة بأسلوب راق للزائرين، حيث يمكنك الجلوس في أحد المقاهي المحيطة بسوق البركة وشرب فنجان من القهوة العربية الذي يميز المدينة العتيقة. ولا بد عند زيارتك لسوق البركة من المرور إلى باقي الأسواق الموجودة داخل المدينة العتيقة والتجول بين الشوارع والأرصفة ومشاهدة فنون العمارة الإسلامية القديمة. المدينة العتيقة. المدينة العتيقة هي نبض الحياة ودقات قلب تونس، وهي من أفضل معالم السياحة في تونس العاصمة، كما أنها أكثر الأماكن جلبا للسياح من جميع أنحاء العالم. المدينة العريقة النابضة بالحياة بأسواقها القديمة، شوارعها المزينة وعماراتها الإسلامية المتميزة، حافظت تلك المنطقة على جاذبيتها وملامحها وشكلها القديم المعبر عن تاريخ تونس وعمارتها الإسلامية العريقة على مر العصور. يميزها جامع الزيتون المعمور، وتحيط بها القصور والديار المزخرفة بالزخارف الهندسية بأشكالها البسيطة المستوحاة من التراث الثقافي القديم والفن الشعبي الأصيل. وتطل المدينة على البحر مما يزيدها إشراقا وبهاء، كما أنها صنفت كأحد أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو. إذا كنت من عشاق التسوق فالمدينة العتيقة من أفضل الأماكن للتسوق وشراء الهدايا والتحف التذكارية المتميزة التي تعبر عن تراث العاصمة التونسية العريق. فعند زيارتك للمدينة العتيقة ستتعرف على أصحاب الحرف اليدوية كصناع الكليم اليدوي والنحاس المطروق، كما يمكنك التعرف على كيفية حياكة العباءة التونسية وصناعة الجلد وغيرها من الحرف التي يمكنك من خلالها تعلم كيفية صناعتها وإتقانها. أما إذا شعرت بالجوع فيمكنك الجلوس في أحد مطاعم المدينة العتيقة والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات التونسية العريقة. متحف باردو الوطني، وهو من أهم معالم السياحة في تونس، وبالأخص داخل مدينة باردو التي تبعد عن تونس الخضراء العاصمة التونسية مسافة 4 كيلومترات فقط. هو متحف خاص بالآثار التي تم العثور عليها من الحفريات التي تمت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي تعود لعصور تاريخية مختلفة من التاريخ التونسي. وقد اكتسب المتحف شهرة عربية وعالمية، حتى أنه يعتبر ثاني أهم متحف عالمي في فن الفسيفساء الروماني.
تونيزيا مول أحد أشهر أماكن السياحة في تونس العاصمة لهواة التسوق، حيث يقدم كافة وسائل الرفاهية للزائرين، فيحتوي على جميع أنواع العلامات التجارية المشهورة والماركات العالمية الفاخرة، كما يضم مجمع المطاعم المعروفة والمقاهي التي تقدم الكثير من المشروبات والوجبات الخفيفة، كما يعمل على عرض كل ما يخص النساء من الإكسسوارات وفساتين الزفاف، ويضم أيضا ماركت كارفور الشهير. شاطئ المرسى يمتلك هذا الشاطئ مقومات طبيعية مبهجة كالمياه النظيفة والرمال الناعمة، ويأتي إليه العديد من الزوار خاصة مجموعات عائلية حتى يستمتعوا بالرياضات التي يتم إقامتها به، ويتم عمل الكثير من المسابقات الشتوية بين الزائرين، كما يمكنكم الاستجمام بالنوم على كراسي الاسترخاء تحت المظلات الشاطئية حتى تتمتع بمزيد من الراحة والهدوء. قرطاج تونس تعد مدينة قرطاج واحدة من أهم المناطق السياحية في تونس، تقع على بعد 15 كيلومترا من العاصمة تونس، وتقع فوق ربوة ارتفاعها 57 مترا، ويمتد شريطها الساحلي الذي يقع على البحر المتوسط مسافة 3 كيلومترات. تتميز مدينة قرطاج بطبيعتها الجميلة واحتوائها على العديد من الأماكن الأثرية، مما يجعلها مدينة سياحية من الطراز الأول، حيث تجلب حوالي 1,000,000 سائح سنويا. وقد تم إدراج مدينة قرطاج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. سيدي بوسعيد هي من أهم الأماكن السياحية بتونس، حيث تقع على بعد 20 كيلومترا من العاصمة، وهي أول موقع في العالم تم وضعه على قائمة التراث المحمي، ويعود تأسيس المدينة إلى القرون الوسطى، وتقع في أعلى منحدر صخري مطل على قرطاج وخليج تونس، وهي مدينة تتميز بالفن المعماري المذهل الخاص بها، إذ أن جميع البيوت فيها بيضاء وأبوابها زرقاء عتيقة عليها نقوش وزخارف مدهشة وجذابة، كما تطل على سواحل البحر المتوسط. ويعتقد البعض أن هذه المدينة تشبه بتفاصيلها جزيرة سانتوريني اليونانية، ولذلك يتم تسميتها من قبل البعض بيونان الشرق. ومن أهم المعالم السياحية الموجودة في المنطقة هناك الخرجة والقهوة العالية وقبر سيدي أبو سعيد الباجي وغيرها الكثير الذي ننصحك بعدم تفويت زيارته. كانت هذه زيارتنا إلى العاصمة تونس وأجمل الأماكن فيها، نرجو أن تنال هذه الحلقة إعجابك، ولا تنسى مشاركتها مع عائلتك وأصدقائك، وانتظارنا في حلقات قادمة. نتمنى لك رحلة ممتعة وعطلة سعيدة. إن أعجبتك هذه الوجهة الساحرة وأردت الاستفسار عن مزيد من المعلومات، لا تتردد في الضغط على الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وسيقوم فريقنا بمدك بكل ما تحتاج.